هذا أبو أسامة، محمد العملة، صالح العملة، من دولة فلسطين الحبيبة. طبعا درس في باحة ربيعة ورفيدة قبل 53 سنة، ثم انتقل إلى الباحة، ثم إلى المنطقة الشرقية، ثم الآن هو مواطن في نيوزيلندا. وبعد الزمن هذا كله أصر إلا أن يأتي مرة أخرى ويزور مدينة أبها، ويزور المدرسة التي درس فيها قبل 53 سنة، وهي في قرية باحة، أو في قرية من إحدى قرى باحة ربيعة. ونبغى كلمة منك يا شيخ، لأنك والله رجل وفي، وزيارتك تدل على وفائك. تسلم يا طيب. الحقيقة أنا يعني أذكر في بداية عمري، في قبل حوالي 53 سنة، كنت أشتغل في مجال التدريس في المملكة العربية السعودية، وكان المدرسة اللي أنا عملت فيها في عام 1963 ميلادي كانت قرية ربيعة ورفيدة. كانت المدرسة اسمها ربيعة ورفيدة، لكن لا أذكر اسم القرى الصغيرة المحيطة فيها. فحبيت أجي أشوف هذه المناطق، وأنا كنت قريب على الشفا التهامة، وأذكر أني نزلت إلى قرية رجال ألمع مشي من العقبة، نزلت ورجعت. فحبيت أشوف التطور اللي صار في هاي المناطق، وفوجئت أنه التطور عظيم جدا، أكثر مما كنت أتخيل. يعني أبها مثلا بالتطور العمراني الهائل اللي فيها، ما كنت أتخيل أني أشوفها بهذا الشكل. بس الحمد لله، يعني أهل المنطقة نشيطين جدا وممتازين. التطور اللي معمول عظيم، يشكر عليه أهل البلد وتشكر عليه الحكومة السعودية كمان. فربنا يوفق الجميع، وهذا شيء يشرح الصدر الحقيقة. يعني أنا لما جيت وأنا متخيل البلد بشكلها القديم اللي أنا بذكره، ما وجدت هذا إلا في أماكن قديمة خربة، إنما باقي البلد متطورة جدا، والشوارع، الكهرباء، العمارات، الأسواق، يعني ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يوفق الجميع.